السلام عليكم اعزائي المشاهدين. اليوم جيتكم بوصفه جديده، وصفه صيفيه يعني، وهذه الوصفه يحبوها الاطفال والكبار. وصفه سريعه تحضر ميم با في نص ساعه. بغيت تحضر هذه الوصفه اللي هي تكشوكه بالبيض والزعتره وبذوق الزعتره. يعني نسحقوا مقادير جد بسيطه. اولا وقبل كل شيء بالطبع نسحقوا الطرشي. هنا سيو ديروا ميلونج بين الطرشي الاخضر والطرشي الاحمر، يعني هذا الطرشي الاحمر يمد ذوق رائع. نسحقوا بصل كميه من هنا، كما الطرشي عندنا اونفيرون كيلو. هنا البصل نسحقوا اونفيرون 3 حبات صغار، 3 حبات طماطم. نسحقوا ايضا البيض هنايا بحسب افراد العائله. هنا كما انا حندير 3 حبات بيض، تحبوا تضاعفوا الكميه على حسب عدد افراد العائله. بالنسبه للتوابل نسحق فلفل كحل، الملح والزيت، ونسحقوا قلنا زعتره باش نديروا في ذوق الزعتره. اذا انا ندوز مباشره لطريقه التحضير. اولا نبدا نقشر البصل تاعي ونقطعوه، دوك نوريكم كيفاش تقطعوه. بعد ما نقشر البصل ديالي، كما قلت انا بعد ما غسلت البصل تاعي نوريكم طريقه كيفاش نقطع البصل. بهذه الطريقه نوريكم فقط طريقه كيفاش نقطعوا البصل. قلنا هذا ما تقطعوش رقيق بزاف، هكذايا هذا ما يكونش بالطول وما يكونش رقيق. راكم تشاهدوا بهذه الطريقه هكذا. نوريكم هنايا كيف تحلوا كيفاش يولي هكذا. انا نكمل كامل الكميه. هنا قلت عندي حبات صغار ونعاود نولي. كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين، هذه هي الطريقه اللي قطعت بها البصل. الان مباشره واش حنديرها انا، كما انا حنستعمل هذه طنجره الضغط باش نسرع عمليه الطهي. نضيفها مباشره في الطنجره ديالي ونروح. واش ندير الان؟ نقطع الطماطم تاعي والطرجي. دوك نوريكم كيفاش كيفاش نقطعوهم. كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين، بعد ما قطعت البصل ديالي لهنا مباشره نديرو فوق النار ديالي يتقلى. واش حنزيد نضيف له 3 ملاعق اكل تاع الزيت. كما قلت لكم هنايا 3 ملاعق اكل تاع الزيت نضيفهم، يعني تاع دوزين بلوتو، ماشي تاع الاكل. ندوزنو بهم 2 و 3 هكذا، ونميلونجيو مليح بيان سور كما راكم تشوفوا هنا بهذه الطريقه. ندير الخليط تاعي بيان. واش نضيف ايضا ملعقه تاع الملح. قلت نضيف ملعقه تاع حوالي ملعقه اكل تاع الملح هكذا بهذا الشكل. ونكمل نخلط الميلونج ديالي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نخليه يتقلى مليح ونروح نقطع الطماطم تاعي مع الطرشي. كما تشوفوا انا بعد ما تقلى لي البصل تاعي بدا يذوب. شوفوا الطماطم هنا تاعي راهي كيفاش قطعتها هكذايا طوال. نضيفها مباشره البصل ديالي كما راكم تشوفوا. واش نضيف ايضا؟ نضيف الزعتره بهذا الشكل هكذا. ناخذ الزعتره ديالي ونبدا نفتت هكذا هكذا. حاول ما نديرش الاغصان، غير هذاك الفتات. كما راكم تشوفوا هنايا هذيك الزعتره تاعنا درنا الفتات تاعها فقط. نخلوهم يتقلاو هكذا. ونغطي عليها بطبيعه الحال. هنا كما راكم تشوفوا راني زدت بعض الاغصان تاع الزعتره باش يبداو يطبقوا لي احسن. نخلي لها الطماطم تطلق لاصوص ديالها. كما راكم تشوفوا هنايا اللي قطعت الطرشي ديالي. راني خليت حبه برك باش نوريكم كيفاش الطريقه تاع التقطيع تاعها هكذا بهذا الشكل. يكونوا هكا دوائر نميلهم شويه هكذا. هاي ليك هنا الطماطم تاعي بعد ما زدت لها الزعتره مع البصل. هاي ليك بدات تلقى الماء تاعها. الان مباشره نضيف الطرشي ديالي هكذا ونخلط. نحاول ندخل كامل المكونات السابقه مع الطرشي هكذا. هاي ليك كما كنتو بعد ما نزلتش كلش لهنايا. الان مازال ما درتش كما كنتو انا ما زدتش الماء. نزيد ملعقه صغيره تاع الكركم هكذا، حوالي ملعقه صغيره فقط هكذا. نعاود نخلط مليح.
كما كتشوفوا انا بعد ما خلطت الفلفل الكحل ديالي الان واش غندير؟ انا هنا درت طنجره الضغط غنغلق عليها بوندون 5 مينوت. كما شفتوا ما زدت لها ني والو، نغلق عليها 5 مينوت ونعاود نولي. بون كما راكم شفتوا بعد ما طاب الطرشي ديالي الان هاوليك البيض تاعي هنا راني وجدته، ما نخلطوش نخليه هكذا ونبدا نرميه بالحبه هكذا ما نخصني ما نكسرش هذاك الصفار هكذا. انا راني قلت لكم انايا 3 نزيد حبه، يعني قلت لكم البيض على حسب افراد العائله. بهذا الشكل نخليهم يطيبوا هكذا بهذا الشكل بلا ما نكسر الصفار. ونخلي الصفار هكذا نعاود نغطي عليها باش يطيب لي هذاك الصفار والبياض تاع البيض، نعاود نشوفوا الطبق القديم. اذا هاي اللي كتكتو هنا شوفوا بعد ما طاب البيض تاعنا هكذا. يعني واش حنضيف؟ كلام تنضيف فقط رشه معدنوس ونتلاقاو في طبق تجهيز طبق الاكل. هاي لك الوجبه تاعنا هنا بعد ما طابت. هاي لك وجبه خفيفه وسهله سريعه جدا. هاي لك تكتوكها على الطريقه العصيميه بون وتجيبي ذوق الزعتره لذيذه جدا. هاي لك اعزائي المشاهدين شوفوا هنا البيض كيفاش قعد، هذوك الحبيبات الجون كيف لو جون دوف كيفاش قعد. هاي لك اعزائي المشاهدين الطريقه تاعنا تاع اليوم. اذا عجبتكم عليكم غير تتبعوا المقادير البسيطه جدا. في الاخير غير نقول لكم اذا عجبتكم الوصفه والطريقه ديروا لنا جيم ولا تعليق، والى اللقاء.